السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشارك معاكم وصفة محبوبة عند الجزائريين، هي تشارك العريان. يجي كاتو ساك نشربوه بزاف مع قهوة حليب وما يجيش حلو بزاف. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ديروا لي جيم ابوني فضلا وليس امرا. بسم الله. عندنا كيلو فرينة، 500 غرام زبدة، 200 غرام سكر جلاس، ماء زهر، صفار بيضاء، مغرفة كبيرة تاع السمن، قرصان ملح وفانيلا ومغرفة كبيرة تاع لحظة. عندنا قرصة تاع خميرة الحلوى. هنا نجيبو الكيلو تاع الفارينة، لازم تكون نوعية جيدة. عندنا قرصة تاع الملح، عندنا مغرفة كبيرة تاع لافاني باش تعزز لنا النكهة، وعندنا مغرفة كبيرة تاع لحظة باش هذيك اللحظة تمد لنا الطراوة وتعتبر كذلك محسن. هنايا عندنا 200 غرام تاع السكر جلاس. هنايا التشارك ما يجيش حلو بزاف وما يجيش صامت، يجي معتدل. 200 غرام سكر. هنا عندنا زبدة بدرجة حرارة الغرفة، لازم نختاروا نوعية جيدة. عندنا 500 غرام زبدة، نختاروا نوعية جيدة. كاين بزاف زبدة اللي تجي فيها الماء ومن بعد تيبس لنا التشارك العريان وما يجيناش شباب. نزيدوا هنا مغرفة كبيرة تاع السمن، حوالي 35 غرام، باش تعطينا نكهة تاع السمن، تعطينا البنة تاع السمن. وهنايا نزيدوا قرصة خفيفة ما بين يدينا تاع خميرة الحلوى، ونقعدوا نحكوا فيها ما بين يدينا. لازم كل حبة تاع فارينة تشرب هذاك السمن. ندخلوا لها مليح هذاك السمن في الفارينة هكا، شوفوا حتى ولات صفرة. نزيدوا صفار بيضة، ونزيدوا هنايا فنجان فقط تاع الماء زهر. ما تديش بزاف ماء زهر، عينكم ميزانكم، روحوا غير بالعقل سينو يخدعكم الماء زهر. راهي ما تديش بزاف، تتلم لكم فم وتجرى. هاي ليكم بعد ما لميتها. شوفوا هنايا العجينه كفايه طريه، وهنا تعرفوا بلي دات حقها في الماء زهر ما تخرجش تشققات وتدور لكم بالخف. شوفوا كي ديروا حربوش تدلويها ما تتكسر ما تشقق. هنا عرفوا بلي دات حقها مليح تاع الماء. بها في كيس بلاستيكي بد ما راح نوجد الحشو. هنايا عندي 3 كيلات تاع كاوكاو، كيلة تاع سكر عادي، وهنايا نديرو لافاني. هنايا الكاوكاو الخشين نخلوه نديروه من الفوق، وهذاك الرقيق اللي داير كي الحبه تاع الطعام نخلوه نديرو به الحشو، واللي يجي فوق حبه تاع الطعام يجي شويه خشين هذاك نديروه من الفوق. هنايا نزيدوا لها صفار بيضاء باش تعطينا الطراوه، ونزيدوا لها مغرفه تاع السمن باش يشد لنا مده اطول ما يبسلناش الحشو. نلموهم كامل ما بين يدينا، ومن بعد نلموهم بالماء زهر. نلموه بالماء زهر ونخلوه شويه تتلاصق في اليد، نخلوها بجهه باش هذاك الكاوكاو يخلي له حقه باش يشرب، باش كي نطيبوه في الكوشه ما يجيناش ناشف، يجينا معسل. هذاك المزار يكون ذوب شويه هذاك السكر، والكاوكاو شرب حقه تاع الماء. هنا جبت العجينه وزن تاعها 40 غرام، والحشو تاعنا وزن تاعو 20 غرام. واللي تحب تنقص ديرو صغير دير 35 غرام، والحشو 15 غرام. انا نحب 40 غرام والحشو 20 غرام. هذا وزن مثالي ويعطيكم حبه تاع الجرك تعمر لكم عينكم. هنايا جبت عجينه، هذه العجينه من قوه شابه بزاف، اي وحده مبتدئه تقدر ديرها، ما تعييهاش كامل في الخدمه، تسهل بزاف عليها الخدمه. نجيب هذاك الحربوش نحلو هكا طوليا كشغل باش ندير له الفويطاج، ونلوي هنايا بمساعده الكوبات. نلويها قباله ومن بعد نغلقها هنايا باش ما تنحليش في الكوشه، ومن بعد نغلق الاطراف باش ما الهواء ما نخليه ما يحبس ما يخرج ليش، ونرقق في الاطراف ونخليه في الوسط هكاك بومبي تخرج لنا هكا. الفيديو راه يوضح لكم خير من انا راني نهضر. شوفوا هكا زيدوا طوليا، ومن بعد نديروا لها الحشو، ومن بعد نلووها ونغلقوها في الاطراف، ونشدوا ما بين يدينا الحافه تاع يدينا نهبطوها ونغلق ونلوو وتعطينا ذاك الشكل. شوفوا هنايا الفيديو راه يوضح خير من نهضر. شوفوا بيدي الكف هكا نصغر غير الاطراف والوسط ما نتوشهش كامل، نخليه هكاك مشدود هكا ولوي. عمليه جد سهله. ها هو اللي قلت لكم الكاوكاو جاي فوق الحبه تاع الطعام جاي شويه خشين. هنا نجيب صفار تاع بيضه ونديرها من الفوق، وندير هنايا في الكاوكاو خشين، ولا لوز ايفيلي كاوكاو ايفيلي اللي عندكم.
انا خلطت ما بين كاوكاو ودرت كاوكاو ايفيلي، نوعت شويه، جبت هادو ليمون نحبهم بزاف يساعدوني في الخدمه، سورتو المبتدئات يعطيكم من الشرك العريان يعطيه لكم على حبه. شوفوا هنايا شعلت الكوشه على 200 درجه وطيبتهم من تحت، ومن بعد هبطتها السنيوه وشعلت لها من الفوق باش يعطيني احمرار شباب. واللي ما ديرش هادو ليمون طيبهم على 180 درجه، ليمون يشدوا يبطاو في الطياب صافي نديروا لهم 200 درجه. شوفوا الاحمرار تاعهم شعجوا شباب. واللي كاين يحب يحمر اكثر يكثر. شوفي كيف طابت حمره شابه من تحت، شوفي هنا من الفوق، شوفي الحبه جات بزاف شباب ويجي يقرمش. انا هذاك وين نحبو. شوفي لا فارس، شوفي الكاوكاو كيف جا معسل، بورطون كاوكاو ماهوش لوز. شوفي الكاوكاو جاي على حساب العجينه، ماشي العجينه اكثر من الكاوكاو. هنايا طيبت هذه السنيوه الاولى ومن بعد طيبتهم كامل، خرجت لي 50 حبه بهذاك الوزن تاع 40 والحشو 20 غرام، خرجت لي 50 حبه. شوفي الحشو كيفاه معمر، ماشي تاكلي غير العجين. شوفي ويجي شوفي بعد ما برد، شوفي يذوب الحشو هنا بعد ما برد لي. ها شوفي حتى طرفوا فيه الكاوكاو، حتى الاطراف كما نقولوا هذوك رجليهم وفيهم الكاوكاو. الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تشجعوني باللايكات وديروا لي ابوني. اي استفسار حاجه ما قلتهاش كتبوها لي في لي كومونتير حنجاوب عليكم. سلام، ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.